طول عمري بحب حاجات كتيرة قوي زي الرسم، التصوير، المغامرات، الهايك، الفنون اليدوية والمغامرة والتجارب الكتير. بس في نفس ذات الوقت كنت ناجحة في الهندسة وبقالي فيها 14 سنة وبقت لعبتي. مولودة بحبها، حتى المواد اللي كانت تتعلق بيها طول فترة دراستي كانت لعبتي وبحبها. فلما بدأ الطريق التاني يظهر حقيقي اتلخبطت، بقيت متلخبطة ومشتتة ووقعت في بحر الظلمات. اخد ايه واسيب ايه؟ محتاجة اختبار قوي يساعدني اني اختار اختيار واحد بس، او يقول لي على القليلة ابتدي منين. انا بحب حاجات كتيرة قوي وكلها شغوفة بيها، ابتدي بمين؟ انا هبه فوزي، NLP لايف كوتش ومؤسسة نادي ان ايجيبشن جيرل. وفي الفيديو ده هقول لك ليه انا عملت لك ورشة اكتشفي شغف، علشان انا مريت كل ده ففاهمة كويس قوي يعني ايه تبقى ايامك شبه بعضها ومفيش فيها حاجة انت شغوفة بيها بتعمليها لنفسك. وفي نفس ذات الوقت عانيت من تشتت وتوهان ومتعددين الشغف. وكانت الصدمة لما بقيت كوتش ان دي حالة بنات كتيرة جدا شاكين في نفسهم على طول وفاهمين ان هم مهزوزين او هوائيين وما بيعرفوش يكملوا اي حاجة. فهنا قررت اني اوقف هذا الظلم ودرست اختبارات كتيرة جدا عن الشغف وجمعتهم وطورتهم وعملت لك ورشة اكتشفي شغف علشان كل تايهة تفهم نفسها وتصالحها وتحبها وتعرف شغفها وتعيش ايام شبهها هي ومتعددة الشغف. تتأكد ان دي كلها عطايا ربنا مش نقمة، وان العيب اكيد مش منها، وتعرف وتحدد انهي اقوى شغف عندها وتبدأ بايه. صدقيني المشكلة عمرها ما كانت فيكي، المشكلة ان محدش علمك تفهمي نفسك او تتعاملي معاها ازاي. ولو حاسة ان الكلام ده ليكي ونفسك تعرفي ايه هو شغفك وتفهمي نفسك فتقدري تلاقي حياة شبهك اكتر، يبقى الحقي احجزي مكانك معانا ورشة اكتشف شغف. اكتبي لي كلمة شغف وهنبعت لك التفاصيل وبس. خلاص.